السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم سأحضر معكم ميني بيتزا بالقمح الكامل، بدون دقيق أبيض، بدون سكر، بدون عسل، هشة ولذيذة أحسن من الدقيق الأبيض 1000 درجة. سنأخذ ملعقة كبيرة من خميرة الخبز مع القليل من الماء الدافئ ونتركهم يتفاعلوا. سنحتاج 3 أكواب معيارية من القمح الكامل، منخول من النخالة الغليظة، لا أعرف اسمها باللغة العربية، نصف ملعقة صغيرة ملح، ملعقة كبيرة زعتر، وربع كاس من زيت الزيتون. ندخل زيت الزيتون والملح والزعتر مع بعضهم البعض، وبعدها نضيف الخميرة. في هذه الأثناء أتمنى أن نأخذ حسنة مع بعضنا ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول سبحان الله والحمد لله. نضيف الماء الدافئ كوب ونصف، أي نصف الكمية، 3 أكواب مع كوب ونصف من الماء الدافئ. إذا لم تريدوا أن تدلكوها قليلا، بإمكانكم فقط أن تضعوها في كيس بلاستيك. أنا هنا سأريكم كيف كانت النتيجة ديال العجين. يجب أن تكون طرية جدا ولا تلتصق في اليد. هذه المقادير مضبوطة جدا، لكن الدقيق يختلف من دقيق لآخر. أنا استعملت دقيق بيم، دقيق متمورة. ندهنها بقليل من زيت الزيتون ونغطيها ونتركها تختمر. الآن تضاعف حجمها مثل ما يبدو في الفيديو، والآن قسمتها إلى كرتين كبيرتين لكي أبسطها. على غير المتوقع أن دقيق القمح الكامل سيكون قاسي، فوجدته رطب جدا وهش، مختلف على الدقيق الأبيض. سنقوم بتقبيها ونقطعها على حسب المتوفر عندنا. أنا هنا استعملت قالب دائري، لكن بإمكانكم أن تستعملوا ما هو متواجد عندكم. على مقلاة ساخنة جدا 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 نقوم بطبخها. السمك يبقى اختياري، أنا أحبها سمكها رقيق جدا. من الأحسن ألا تطبخها كثيرا إذا كنتم ستحتفظون بها، لأنه عندما نضيف لها الصلصة والحشو والجبن ستطبخ أيضا في الفرن، لذلك ليس هناك داعي أن تطبخها كثيرا. الشكل الدائري يكون شكله جميل جدا في البيتزا وهو المتعارف عليه، لكنه يكون قليلا متعب، لأنه نقوم به واحدة بواحدة ويبقى الفائض من العجين كثير، فبالتالي نقوم بعجنه وتقطيعه مرة أخرى. لكن الشكل المربع يكون عملي أكثر وسريع، فبالتالي وقت تحضير بيتزا يكون أسرع ويكون أسهل. أنا هنا بسطته إلى مربع تقريبا وقطعته. يمكن تقطعه بقطعة البيتزا أو بالسكين أو أي ما تحبونه، لكنه سيكون سهل جدا ولن يكون متعب. لكن الشكل يبقى مختلف عن الشكل التقليدي للبيتزا. كان هناك مربع آخر غير هذا، فبالتالي الكمية كانت كبيرة والدقيق فقط كان 3 أكواب. هنا أريكم كيف هي هشة وكيف أنها لا تتكسر، لذيذة جدا وهشة، غير متوقعة أن يكون دقيق القمح الكامل بهذه الهشاشة. هنا أكملتها بالصلصة والحشو والجبن أيضا. إذا أردتم أن أشارك معكم الحشو الذي أستعمل والبيتزا من الأول إلى آخر، قولوا لي في التعليق، إن شاء الله سأقوم بها. سأدخلها إلى الفرن وبعدها أريكم النتيجة. النتيجة مرضية جدا. أنا هنا أريكم الدائرية، طبعا الدائرية تكون شكلها لذيذ وشكلها مشهي، وأيضا هي البيتزا المتعارف عليها. لكن المربعة طبعا نفس المذاق ونفس الهشاشة، الاختلاف فقط في الشكل وفي سهولة التحضير. هشة جدا وتذوب في الفم، رائعة بمعنى الكلمة. أتمنى أن تجربوها وتخبروني في التعاليق. شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لكم على تعاليقكم وقلوبكم. شكرا لكم كثيرا.